السلطة تتعطيك واحد الغطراسة. سيد صافي وصل لواحد الحد انه بامكانه يدير كل شيء، عنده لي دار كلهم تحت يدو، عنده كل شيء اللي عاب اشاره من يدو تيقديه. راجل دوله قوي، حتى حاجه ما تتوقفو. تتعاود مراتو مره كانت باتصال بها تقول لي اخر حاجه قال لي ان الدوله دارت مزيان انها شدتني. وصلت لدرجه ماشي غنصور، نقطع الراس وما نحش به. يعني باش تعرف التغول ديال السلطه. السلام عليكم أصدقائي، نتمنى تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله، ومرحبا بكم في عالم معمر الحقيقة فيه كتكون كيف ما كتبان. وإلا كنتي كتظن بأن قاع الجرائم عندها تفسير فمرحبا بك عندنا، وشعارنا دائما من أول شك إلى آخر حقيقة. قضية محمد ثابت إبستين ديال المغرب، هذه قضية اللي زلزلت المغرب في بداية التسعينات، وهذه ماشي غير جريمة عادية، بل كانت زلزال كشف على كواليس مظلمة في استغلال السلطة والنفوذ. إيوا أصدقائي، نبداو على بركة الله ونحكيو هاد الإمبراطورية ديال الرعب اللي بناها عميد الشرطة وسط الدار البيضاء، وبالضبط في عين الشق بداية التسعينات، في واحد الوقت اللي كان فيه الكوميسير كلمة كتزعزع المدينة. كان كاين واحد الراجل سميتو محمد ثابت، والملقب بالحاج ثابت، عميد شرطة ممتاز واصل وعنده نفوذ كتخليه فوق القانون. لكن هذا الراجل كان عنده وجه آخر، وجه ما كيبان غير ملي كتسدو بيبان ديال لابارتمون الملعونة ديالو. اليوم غنحلو واحد من أثقل الملفات في تاريخ القضاء المغربي، ملف الحاج ثابت وال1500 ضحية. ثابت ما كانش كيبان مجرم، بل كان كيبان رجل سلطة صارم، كيحضر لكاع الحفلات الرسمية والكلمة ديالو مسموعة. لكن في الخفاء كان كيسير شبكة حقيقية ديال الصيد. استعمل السلطة ديالو، طونوبيلات ديال الخدمة وحتى الأعوان ديالو باش يستدرج عيالات وبنات صغار وحتى طالبات وتلميذات. أي نوع من البنات كان كيستدرجهم، ما عندوش مشكل في النوع. كان كيعاني من جنون العظمة. بالنسبة ليه السلطة ما كانتش باش يحمي الناس، بل كانت باش يتملكهم. كان كيلقب راسو باللؤلؤ، وكان كيظن راسو محمي لدرجة تخلي أي واحد يخاف يهدر. والقضية ما بداتش بالصدفة، بل بدات بشجاعة ديال أخ ديال الضحية اللي هز العرش ديالو. محمد ثابت تزاد في 1941 في فترة الاستعمار الفرنسي في منطقة بني ملال، وسط أسرة قروية بسيطة محافظة. وفي ديك الوقت كانت السلطة والفلوس كانوا هما كل شيء. والدري الصغير ثابت كان كيشوف القايد أو الكوميسير كأنه معرف شنو في ديك الوقيته. تما بدات كتكبر عنده ديك الرغبة باش حتى هو يولي سلطة وباش يحمي راسو من الفقر والحقرة. ثابت كان ذكي وقراي، قرا مزيان، بدا المسيرة الدراسية ديالو في المسيد. من بعد ما شد الباك دفع للتعليم. في ديك الوقت راه كانت شهادة الباك كافية. نجح في الكونكور وفعلا ولا أستاذ ديال اللغة العربية. طبعا فحال كاع الدراري راه خدم، وقرر باش يتزوج بواحد البنت هي من بني ملال، وتزوجها عن حب، وكانت آية في الجمال. وبحكم ديك الفترة كانت فترة الرصاص والاستعمار، كان واحد الكوميسير في بني ملال طاغية اللي كيعتبر المدينة ديالو وكيدير فيها ما بغى. وهذا الكوميسير كان مبلي بالعيالات، فيما كانت شي بنت زوينة كيتحرش بيها، ما كيعرف لا مزوجة لا مخطوبة لا مطلقة لا صغيرة لا كبيرة، عنده كل شيء فحال.
ومن بين العيالات اللي كان كيتحرش بيهم هي المرأة ديال الحاج ثابت. في الاول صبرات لهاد البسالات ديالو وعدة مرات قالت ماشي مشكل، لكن ملي تقاضى الصبر مشات تشكات لراجلها الحاج ثابت اللي بدورو تصدم وحس بالضعف والعجز والحقرة، حيت اللي تحرش بها ماشي انسان عادي وانما كوميسير عنده السلطة والنفوذ، وحتى لا ديكلارا به ما غيربح منه والو. قال مع راسو نمشي نهضر مع القائد. مشى عند القائد ديال المنطقة تشكى ليه، قالوا القائد واخا كون هاني انا غنتكلف لك بالامر ديال هاد القضيه. مشى الحاج ثابت بحالو، لكن بعد مده لقى البوليس جاو كيدقوا عليه في الدار، اعتقلوه وتقدم للمحكمه، فلقى راسو متهم بتهمه سب المقدسات ودوز شهور في الحبس، وشهور وهو طالع نازل في المحكمه حتى غيتم التبرئه ديالو من هاد الجرائم اللي تنسبات ليه. لكن بحكم انه دوز شهور في الحبس ظلما، فثابت خرج حاقد وحس براسو تقاس في الكرامة ديالو، وبقى مدة وهو كيعاني من الاكتئاب لدرجة كان كيشوف طبيب نفسي باش على الله يعاونه يخرج من هذه الحالة اللي هو فيها. من بعد مدة فعلا بدات كتحسن النفسية ديالو، وقرر باش يبدل هاد المدينة كاع ويبدل حتى المهنة ديالو. في 1970 غيدفع الكونكور ديال البوليس، والدافع الرئيسي اللي خلاه يدفع البوليس هو انه بغى حتى هو تكون عنده سلطة ونفوذ، وفعلا نجح وبدا كمخبر في المديرية للاستعلامات العامة. من بعد غينتقل من بني ملال للدار البيضاء للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. وبحكم انه كان انسان ذكي وصارم في الخدمه ديالو غيمشي مزيان مع البوليس، وحتى هو كان مرتاح من ديك السلطه والنفوذ اللي ولاو عنده. من بعد سنوات وهو كيترقى، في 1989 غيرجع كوميسير في الدار البيضاء في الحي المحمدي، وحيت هو صارم وانسان طيب ومتدين وكيعاون الناس، وحج شحال من مرة، كان مشهور في كازا وكانوا الناس كيلقبوه بالحاج ثابت. اما الحاج في هاد الوقيته فراه تزوج للمرة الثانية، وبهذا ولاو عنده 2 نساء و5 ديال الوليدات. وفي 1990 في اواخر رمضان غتوقع واحد الحادث اللي خرجات الوحش من الامبراطورية ديالو. الحكايه اللي بدات بالشجاعه ديال المراه، وحده من الضحايا قررت تهرس الخوف، وداك النهار غتدخل كتبكي عند الكوميسير مصطفى بن مغنيه اللي كان كيمثل انذاك في داك الوقت منصب الشرطه القضائيه، وغتقدم شكايه ضد شخص اللي سميتو حميد اللي وقف عليها هي وصاحبتها بالليل بسياره مرسيدس، وقدم راسو على اساس انه مغربي عايش في ايطاليا، وقال لهم يمشيو معاه. ملي هما ما بغاوش هز عليهم موس وقال لهم انا من البوليس، وداهم معاه بالقوه تحت التهديد ديال السلاح الابيض. ملي داهم للدار تكرفص عليهم، وملي سالا قال لهم بانه راه صورهم بالكاميرا الفيديو، وخدالهم حتى لي كارت ناسيونال ديالهم، وهددهم بانهم الا حتى مشاو للبوليس غيفضحهم وغيدخلهم للحبس بحكم انه بوليسي. هنا الكوميسير بن مغنية ملي سمع هاد القصة حس بشي حاجة ماشي هي هادي، يعني كيفاش بوليسي هاز سلاح ابيض؟ كون كان بوليسي كيف ما قالت غيهز عليهم سلاح ديال الخدمة. طلب من هاد السيدة تدير الرجال اللي غيصيفط معاها لهاد الدار اللي قالت تعدى عليها فيها هاد حميد هذا، والصدمة كانت الدار ديال الحاج ثابت. هنا الكوميسير ما تيقش هاد القضية، الحاج ثابت انسان ضيف ومتقي الله، ما يمكنش يدير هاد الشيء هذا، اكيد شي واحد بغى يلفق ليه هاد التهمه هادي وصافي. وخا هكاك قال يزيد يبحث في هاد القضيه هادي، غيوري لهاد السيده مجموعه من الصور اللي معاهم الحاج ثابت، ومباشره اختارت الصوره ديال الحاج ثابت
وقالت ليه هذا هو اللي تكرفص عليا انا وصاحبتي. بما ان الحاج ثابت زايد في القرض على بن مغنية، فهاد الاخير قرر يكمل البحث مخبي وبلا ما يقولها للزملاء ديالو في الخدمه. ملي بن مغنية تاكد باللي كاع اصابع الاتهام والادله كتشير على انه الحاج ثابت هو مول الفعله، قرر بن مغنية باش يشارك هاد الملف مع الناس اللي فوق منه واللي تجاوبوا معاه. طلبوا منه باش يتخلى على هاد القضيه وباللي هو اللي غيتكلفوا بهاد القضيه. لكن بعد مده كيتفاجأ بن مغنية باللي جا قرار من الفوق باش ينتقل من الحي المحمدي للجنوب، وبالضبط صيفطوه للعيون. هنا تأكد 100% باللي الحاج ثابت هو مول الفعله، وباللي كاين عنده النفوذ والجهات اللي كتغطي على الافعال ديالو. الحاج ثابت كان وحش مخبي في العباءة ديال الدين والرجل الطيب، في حين انه كانت عنده امبراطورية ديال الفساد. ديك لابارطومون كانت مجهزة باحدث الكاميرات ودايره بالكاميرات كامله، في اي بلاصه تقدر تطيح لك في بالك فراه كانت فيها كاميرا. وفي هاد الوكر كان كيمارس الافعال الشنيعه ديالو، كان كيجيب البنات سوا بالخاطر اولا بالزز وكيتعدى عليهم وكيصورهم، من بعد كيبقى يهددهم باللي غيشوههم بدوك التسجيلات. وبعد الروايات كتقول انه شي بنات منهم خدموا معاه وبقاو كيستدرجوا له البنات، وكيقولوا على انه كيستدرج لعنده شخصيات وازنه ومعروفه، احيانا كيكونوا صحافه اولا دبلوماسيين اولا ناس مشهورين، وكيبقى يشد من عندهم فلوس صحيحه باش ما يشوههمش بدوك التسجيلات. وهاد الحاج ثابت ايضا كانوا عنده ناس كيتوسطوا له مع شركات اجنبيه للاباحيات وكيبيع لهم هاد التسجيلات. الحاج ثابت ما كانش كيفرق لا بين المزوجه ولا القاصر ولا المطلقه ولا الطالبه ولا اي نوع كانت، عنده كل شيء فحال فحال. ومن بين البنات اللي تكرفص عليهم بنت هذاك القايد اللي مشى شكالو واعتقلو بتهمه سب المقدسات، فاخطف له بنته وتكرفص عليها انتقاما من داكشي اللي دار ليه. ثابت كان كيستغل حتى الكوميساريه، اي وحده جات تشكي اولا عندها شي مشكل اداري فكيدير راسو غيعاونها وما كيفلتهاش. الحاج ثابت لجينا ندخلوا لعقله راه غنلقاو غابه مظلمه، ما كانش مجرد مجرم وصافي، كان صياد سيكوباتي كيتغدى على الخوف. بالنسبه ليه هو ملك الغابه، والاخطر في الحاله النفسيه ديالو هي انه حتى لاخر لحظه ما عمر بانت في عينيه ذره ديال الندم، فحال الوحش اللي وسطو كان مقتنع باللي هو الحق والاخرين هما الباطل. هو شخص سكيزوفريني وكيعاني من اضطرابات نفسيه، بحيث انه كيعيش بوجوه مستعاره، وجه كيصلي بيه ويدير الخير، وجه كيعذب به البنات في الخلوه ديالو. والخطير في الامر انه كان مواظب على الصلاه ديالو، لدرجه واخا كيكون في الفاحشه ويسمع الاذان كيمشي يغتسل ويصلي، من بعد كيرجع يكمل الافعال الشنيعه ديالو عادي. السيد عنده انفصام في الشخصيه، وهذا الشيء مخليه عايش بكثر من وجه واحد بلا ما يحس بذره ديال الندم. سنه 1992 غيتفاجئ واحد الولد عايش في ايطاليا بشريط اباحي فيه اختو الصغيره اللي يلاه عندها 18 عام. غيصوني الام ديالو باش يتفسر له شكاين، لكن الام ما بغات تقول له والو. مني اصر عليها قالت له اختك واحد النهار وقفت عليها الصطافات ديال البوليس واعتقلوهم وبقاو 15 يوم وهما في الكوميساريه، حتى تدخل الحاج ثابت الله يجازيه بخير وهو اللي خرجها، ودابا راه خدامه معاه في الدار وقليل فين كتجي للدار. هادشي اللي عارفه. هاد الاخ عرف باللي شي حاجه تما ماشي هي هذيك، فقرر يهبط للمغرب ويعرف بيدو شنو كاين. وفعلا هبط للمغرب وخطف اختو وهددها حتى عاودت له شنو كاين. قالت له باللي الحاج ثابت خطفها وتعدى عليها وصورها، وبقى كيهددها بدوك الفيديوهات وهددها بالحبس
ودابا هي خدامه معاه، وهي اللي كتستدرج له البنات وكتجيبهم له حتى للدار. هاد الولد ملي عرف الحقيقه صافي قال العائله ديالو بلي غيرجع للطاليان، لكن هو ما رجعش، بقى مخبي وكيراقب ختو وكيراقب هاد الحاج ثابت وشكون هو وهاد الامبراطوريه ديالو فين. لكن الحاج ثابت بما انه راجل مخابرات وقديم في الخدمه ديالو غيعيق باللي هاد السيد تابعو وكيراقبو، وغيصيفطلو دوريه ديال البوليس غيديوه وغيعطيوه قتله جلسه وغيتكرفسوا عليه مزيان. وقالوا له اخر مره توصل لديك البلاصه، مره اخرى هنا السيد غيحس بالحقره والظلم، وبحكم انه عنده الجنسيه الايطاليه مشى للقنصليه الايطاليه وعاود ليهم شنو قالوا، وعاود لهم حتى القصه ديال اختو. قالوا له صافي سير كون هاني، حنا غنتكلفوا ديك الساعه. واحد دبلوماسي ايطالي كانت عنده علاقه شخصيه ومعرفه شخصيه مع عبد اللطيف الفيلالي اللي كان وزير الخارجيه في ديك الوقت، فاتصل به وعاود له القصه كامله اللي وقعت للمواطن الايطالي ديالهم، حيت السيد كان عنده جوج جنسيات مغربيه وايطاليه. هاد الوزير شاف القضيه كبيره، وشاف على انه هاد القضيه تقدر تاثر على العلاقه الايطاليه المغربيه، وديك الساعه خدا قرار ديال انه يمشي يعاود للملك الحسن الثاني الراحل، وفعلا مشى عاودوا القضيه كامله. وديك الساعه الحسن الثاني مباشره غيتصل بقائد الدرك الملكي الجنرال حسني بن سليمان وغيطلب منهم يفتحوا تحقيق في هذا الملف. وحيت هذا الجنرال براسو خدام في المخابرات وعنده خبره كبيره في التحقيق والبحث، فغادي يوقف على هذا الملف شخصيا وعلى هذه القضيه، وغيأمر كبار المحققين بالمراقبه والتحري في هذه القضيه. وفعلا ملي كان الحاج ثابت تحت المراقبه غيلاحظوا باللي كل نهار كيدخل بنت لديك الدار اللي جات في شارع عبد الله، ومنهم اللي كانوا بائعات الهوى ومنهم عيالات كبار ومنهم قاصرات، مهم اشكال وانواع. ومن بعد شهور وهو تحت المراقبه، واحد نهار واحد جوج طالبات ديال الطب غيوقف عليهم بالمرسيدس وغيطلب انه يوصلهم، بما انهم كانوا كيقصروا مره فطلعوا معاه وغيديهم للدار وغيتكرفس عليهم وغياخذ لهم لي كارت ناسيونال ديالهم وغيهددهم الا مشاو حتى ديكلاراو فراه غيحبسهم وغيشوههم. وهاد البنات مشاو وقدموا شكايه لعند وكيل الملك. ملي وصلت الخبار للجنرال حسني بن سليمان غيأمر عناصر الدرك الملكي باش يقتحموا الشقه ديالو، وكانت اوامر صارمه باللي ولايه امن الدار البيضاء ما خصهاش تسيق الخبار حيت ثابت عنده العينين والودنين تما. الفرقه الوطنيه جاو من الرباط ودخلوا لكازا وتوجهوا للشقه فين كاين هاد الاخير. دقوا عليه وفتح ليهم وقال لهم اش كاين. قالوا له امر من وكيل الملك بتفتيش الشقه. تما وجهه صفار وتبدل فيه اللون. دخلوا الشقه والصدمه انه كيلقاو الشقه مجهزه باحدث انواع الكاميرات واجهزه ديال الحواسيب اللي لقاو فيها ازيد من 118 ديال الشرائط والفيديوهات مصوره اللي فيها اكثر من 518 ضحيه اللي تمارس عليها هذا الفعل الشنيع. فتم القاء القبض على الحاج ثابت وغتوجه ليه كل من تهم الاغتصاب، الابتزاز، الاختطاف والتجاره في الفيديوهات ديال البنات وغيرها من تهم الفساد. القضيه ديالو دارت بوم في المغرب وكل شيء كان كيتسنى نهار المحاكمه ديالو، لدرجه نهار كتكون عنده جلسه في المحكمه الشارع كامر بمئات ديال الناس باش يعرفوا التفاصيل. واثناء المحاكمه اللي كانت تتم بشكل سري الحاج ثابت غيطلب من القاضي باش يطلع على الشريط رقم 32 وقال بان هذا الشريط فيه فيديوهات تقدر تكون معاه وماشي ضده، لكن القاضي رفض وقال له ان هذا الشريط ما كاينش نهائيا. وفعلا هذا الشريط اختفى نهائيا وحتى حد ما عرف لا شنو في هذا الفيديو لا فين مشى لا شكون خداه، الله اعلم. كان تيبغي انه يبدا يعلن على سميتو، يمكن تعرض لاشكال كثيره ديال التعذيب وهذا الشيء كان دائما خوف لا ينفجر هذيك القضيه تنفجر انه يخرج بشي اسرار. وكان دائما واحد العمليات ديال
يسكتوه لا كذا راه يكون هاني كذا، حتى هو غادي يفيق. حتى في هذا الوقت المحاكمة ديالو كانوا كيسميوها الجرائد بمحاكمة القرن، وتكتب عليها مئات المقالات. وفي هذه القضية غيجر معاه شخصيات مهمين في الدولة وبزاف ديال الضباط ورجال الأمن اللي تحاكموا بتهم مختلفة ومنها التستر عليه. ثابت تحكم عليه سنة 1993 بالإعدام في شهر شتنبر من هذا العام في النواحي ديال قنيطرة. في الحالات العادية الناس كيدوزو سنوات عاد كيقولوا لهم واش تقبل النقد ولا لا، لكن هو حالة استثنائية، وفي ظرف 3 أسابيع كان هذا أسرع إعدام في التاريخ وآخر إعدام طبق في المغرب. الحاج ثابت ملي كان غيتنفذ عليه الحكم طلب أنه ما يغطيولوش عينيه، وقال بأنه تحكم عليه بالإعدام الأفعال كيرتكبها الجميع، بزاف الناس اللي تحاكموا معاه فراهم أبرياء. أصدقائي، قصة الحاج ثابت ماشي غير جريمة، هي درس كيفاش السلطة كتطيح في ايدين مريضة كتولي سلاح دمار شامل. مات ثابت وبقى في الارشيف ديالو وصمة عار كتفكرنا باللي حتى واحد ما فوق القانون. وانتم شنو بان لكم في هاد الشخصية؟ واش كان مريض نفسي اولا مجرم بدم بارد؟ خليوا ارائكم في التعليقات وما تنسوش متابعة ولايك باش يوصلكم دائما الجديد من عند ديبا. وبهذا غنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو. ردوا البال لراسكم ومع السلامة.